السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان الطريقة المثالية والصحيحة لفحص بيض الحمام والطيور بشكل عام. طلب مني البعض عمل فيديو عن هذه المادة، لذلك أحب أشارككم إخواني بطريقتي أنا في فحص بيض الحمام. يمكن الجميع يعرف الطريقة، لكن توجهي في هذا الفيديو للهواة المبتدئين والجدد، نحاول نقدم ولو القليل من الدعم لهذه الفئة. السؤال المهم: متى نفحص بيض الحمام؟ إخواني، معروف عندنا احنا المربين والهواة أن فحص بيض الحمام بعد مرور 6 أيام من بداية أول بيضة. لكن هاي تحتاج أن الواحد يكون متمرس، وإلا بتظلم البيضة الثانية. أنا ببسط الموضوع وخليكم يعني على هالطريقة هذه، إنها للمبتدئين والمحترفين. افحص كل بيضة لوحدها بعد مرور 5 أيام، يعني كل بيضة نعطيها 5 أيام ونفحصها. فيها شعيرات دموية مثل ما تشوفون، فالبيضة ملقحة. ما فيها شعيرات دموية ولا تكون جنين ولا أي شيء، البيضة غير ملقحة. إذا كما تشاهدون إخواني، هذه البيضة غير ملقحة، ما فيها أي شيء. لاحظوا المادة الصفراء على البيضة هذه غير ملقحة كما تشاهدون. إذا إخواني، هذه طريقتي أنا. كما شاهدتم البيضة اللي قبل ما فيها أي شعيرات دموية، إذا كانت غير ملقحة. فلاحظوا معي الحين بداية انتشار الشعيرات الدموية في البيضة هذه وتكون الجنين واضح. إذا البيضة هذه ملقحة ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا كما تشاهدون إخواني، هذه الطريقة الصحيحة والمثالية لفحص بيض الحمام. شرط أنك تفحص كل بيضة بعد مرور 5 أيام، يعني كل 5 أيام، كل ما تضع أنثى الحمام بيضة احسب لها 5 أيام وافحصها. فيها شعيرات دموية مثل ما تشاهدون إخواني، فيها شعيرات دموية بداية تكون الجنين، يعني أن البيضة ملقحة مثل ما أنتم تشوفون. والله يبارك في حلالكم إخواني، وهذه طريقتي. أخوكم محمد حاولت أني أشارككم، وتوجهي مثل ما ذكرت للمربين الجدد. يمكن الطريقة هذه غنية عن التعريف. شاكر لكم حسن المتابعة، وشكرا لكم إخواني.